انت تعرف ان 919 اللي هي يعتبر اشهر بايك موجود في مصر هي ال1000 دبل ار اللي هي برضو تعتبر من اسرع 10 موتوسيكلات. طب في ناس كتير تعرف الموضوع ده وناس ما تعرفش. لو انت من الناس ما تعرفش، تعال اقول لك الموضوع ده حصل ازاي. سنة 1992 قررت شركة هوندا ان هي تعمل موتوسيكل سبورت بايك جامد ومش موجود في السوق. وبالمناسبة كان في السنة ديت أقوى موتوسيكل سبورت بايك كانت سعة الموتور بتاعته 750 سي سي. فقامت هوندا فكرت وقالت خلاص أنا هحط على الكل، وهي عملت كده حرفيا. وبدأت أول جيل في فئة السبورت بايك 900 ار ار. وكان الموتوسيكل ده مواصفاته 893 سي سي، بيطلع 122 هورس باور على ار بي ام 10500 و88 نيوتن متر على ار بي ام 10000. وزن الموتوسيكل كان 206 كيلو جرام، وسعة الخزان كان 18 لتر، والتوب سبيد بتاعته زي ما الشركه بتقول 264 كيلو متر في الساعه. دلوقتي مع الجيل الثاني اللي بدأ سنه 1994. الجيل دوت كان نفس المواصفات في الشكل، المرايات نفس التوب نفس الشاسيه، كل حاجه، حتى الارقام اللي قلناها كانت هي الارقام. طب ايه اللي بيميز الشكل دوت عن الشكل اللي فات؟ هو شكل الفوانيس. شكل الفوانيس كان اسمها فوكس اي، يعني شبه عيون كده الثعلب، ودوت اللي بيميز الجيل ده عن الجيل اللي قبله. ودلوقتي مع الجيل الثالث اللي بدأ سنه 1996، ودي كانت بدايه ال 919. الموتور بقى من 893 سي سي ل 918 سي سي. غيروا الشكل والمساعدين الامامي والخلفي. الموتور بقى بيطلع 130 هورس باور على ار بي ام 10500، 92 نيوتن متر على ار بي ام 10000. وزن الموتوسيكل بقى 204 كيلو جرام. السعه اللتريه بتاعته 18 لتر للبنزين. التوب سبيد بتاعته زي ما الشركه بتقول 259 كيلو متر في الساعه. الجيل الرابع اللي بدأ سنه 1998، ودوت برضو كان بيقولوا عليه 919. وعايز اقول لك ان 919 دي يعتبر من اشهر 919 في مصر او في العالم. استحاله ما تلاقيش حد تعرفه ركب البايك دي او اتعلم عليها، او حتى في دايرتك لازم تلاقي حد اتعلم عليها او يعرف حد اتعلم عليها. البايك دي مشهوره جدا جدا جدا. غيروا كل حاجه، غيروا المواصفات، عملوا شاسيه اكبر، البايك نفسها ردت، الكاوتشات نفسها بقت اكبر، وزي ما الاحصائيات بتقول كده ان هم غيروا التصميم بنسبه 80%، فبقت بتطلع 919 سي سي، عشان كده بيقولوا عليها 919. والموتور ده بيطلع 128 هورس باور على ار بي ام 10500 و93 نيوتن متر على ار بي ام 10000. وزن البايك بقى 204 كيلو جرام، والسعه اللتريه بتاعته 18 لتر، والتوب سبيد بتاعتها 257 كيلو متر في الساعه. الجيل الخامس دوت بدأ سنه 2000، وكان بيقولوا عليه 929، وده اول جيل يكون انجكشن في كل الفئات اللي فاتت دي. طبعا الجيل دوت مش مشهور قوي شبه الجيل اللي فات والجيل اللي لسه جاي، بس عايز اقول لك ان هم غيروا شكل البايك، كبروا الكاوتش ورا وقدام، وغيروا التصميم خالص عن الشكل اللي فات. فبقى بيطلع 929 سي سي، 152 هورس باور على ار بي ام 10750 و103 نيوتن متر على ار بي ام 9000. وزن البايك بقى 194 كيلو جرام، والسعه اللتريه بتاعته 18 لتر، والتوب سبيد زي ما الشركه بتقول 283 كيلو متر في الساعه. الجيل السادس ودوت بدأ سنه 2002، وهو 954. نفس الكلام اللي قلناه عليه في ال 919 هو هنقوله برضه في ال 954، وديت برضه بايك مشهور قوي ومميز جدا في الشكل بتاعه. وبالمناسبه الموديل ده كان اخر حلقه في حلقات ال 900 ار ار. مواصفات الموتوسيكل ده: الموتور بتاعه بيطلع 954 سي سي، 153 هورس باور على ار بي ام 11250، 101 نيوتن متر على ار بي ام 10000. وزنه كان 192 كيلو جرام، والسعه اللتريه بتاعته 18 لتر، والتوب سبيد زي ما الشركه بتقول 276 كيلو متر في الساعه. نيجي دلوقتي للجيل السابع. الجيل السابع دوت اللي بدأ سنه 2004، وانت لو خدت بالك كده هتلاقي كل سنتين بيغيروا الجيل. فالجيل ده كان سي بي ار 1000 ار ار. الموتوسيكل ده كان الشركه مصمماه عشان ياخد بطوله العالم. مواصفات مختلفه تماما عن الاجيال والموديلات اللي قبل كده من حيث كل حاجه: الشكل، التصميم، سعه الموتور. فكان الموتور بتاعه بيطلع 998 سي سي، 175 هورس باور على ار بي ام 11250، 115 نيوتن متر على ار بي ام 10000، 207 كيلو جرام. السعه اللتريه بتاعته كانت 18 لتر، والتوب سبيد زي ما الشركه بتقول 284 كيلو متر في الساعه. هننط سنتين كمان وهنروح للجيل الثامن. الجيل الثامن دوت اللي بدأ سنه 2006. هتحسوا تقريبا نفس الشكل، بس المختلف كان في الموتور نفسه. غيروا روس السلندرات من جوه، الجاكمان خلوه جديد. نفس هي بالظبط الارقام اللي قلناها في الجيل السابع، بس اللي كان مختلف كانت التوب سبيد. التوب سبيد زي ما الشركه بتقول كانت
286 كيلو متر في الساعه. دلوقتي جينا مع الجيل التاسع والعاشر وال11، جمعتهم لك الثلاثه في خانه واحده كده عشان الفروقات ما بينهم مش كتير ومش هتلاحظها قوي من حيث الشكل او المواصفات. بس تعال نتكلم عن الارقام. شكل الموتوسيكل ده كان مختلف كليا عن الاجيال اللي فاتت. اول موتوسيكل في العالم يكون فيه فرامل ABS الكتروني. زي ما قلت لك الاختلاف ما كانش جامد قوي في الشكل، ممكن الاختلاف يكون الالوان نفسها بتاعه موديل كل سنه والحاجات اللي هم بيضيفوها للموتور كل سنه. بس الرقم المختلف اللي كان في كل جيل ان هو موديل 2008 كان بيطلع 998 سي، موديل 2009 و2010 بيطلع 999 سي. بعد كده ارقامهم كلها واحده، بيطلعوا 178 هورس باور على RPM 11250 وبيطلع 115 نيوتن متر على RPM 10000. وزن الاجيال دي كان 205 كيلو جرام. سعه خزان البنزين كان 17 لتر بوينت 7، والتوب سبيد زي ما الشركه بتقول 286 كيلو متر في الساعه. جيل 12 سنه 2012 وده غيروا شكل التوب، يعني هتلاقي كده شكل الفوانيس من قدام كده مختلف، المساعدين امامي وخلفي جداد، نظام انجكشن بقى احسن، والموتور بتاعه بيطلع 999 سي، 198 هورس باور على RPM 11250، 115 نيوتن متر على RPM 10000. وزن الموتوسيكل ده بقى 205 كيلو جرام، والسعه اللتريه بتاعته 17.7 لتر، والتوب سبيد زي ما الشركه بتقول 287 كيلو متر في الساعه. 2014 والجيل ال 13 تقريبا نفس الشكل، عملوا تعديلات على الجيل اللي فات، فاللي اتغير بقى الهورس باور بقى 180 هورس باور على RPM 12250. وزن الموتوسيكل قل 5 كيلو فبقى 200 كيلو جرام، والتوب سبيد زادت فبقت 299 كيلو متر في الساعه. 2017 والجيل ال 14، الجيل ده جيب تكنولوجيا مش موجوده في الاجيال اللي فاتت كلها، فبقى مواصفات الموتور 999 سي، بيطلع 189 هورس باور على RPM 13114 نيوتن متر على RPM 11000. وزن الموتوسيكل ده قل جدا بقى 194 كيلو جرام. وعايز اقول لك ان الوزن ده بيديله سرعه ما كانتش موجوده قبل كده. السعه اللتريه بتاعته بقت 16 لتر، ودوت اللي مخلي وزن الموتوسيكل خفيف كده. والتوب سبيد 299. طبعا احنا بنقول التوب سبيد تلاقيها ثابته 299 في كل حاجه، بس ده بيختلف من بايك لبايك. يعني انت وزنك على الموتوسيكل هيديها سرعه، التعديلات اللي انت معدلها من حيث الانجكشن او مركب لها اي فيوتشر او اي تكنولوجيا جديده، اي تعديلات، كل دوت هيزود التوب سبيد، فممكن يكسر حاجز ال 300 كيلو متر في الساعه. الجيل 15 اللي بدا سنه 2001 وهو CBR 1000RR او تريبل ار. الموتوسيكل دوت زي ما بيقولوا كده وحش بما تعنيه الكلمه. الموتوسيكل ده كان مصمم عشان ينزل للشارع والتراك. الموتوسيكل ده عملنا عليه فيديو، كان من اسرع 10 موتوسيكلات في العالم. فموتور الموتوسيكل ده بيجي ب 999 سي، 114 هورس باور على RPM 4500. انت متخيل الرقم؟ والعزم بتاعه 13000 نيوتن متر على RPM 12500. الارقام دي انت تقريبا ما سمعتهاش، كل الارقام اللي فوق دي. وزن الموتوسيكل 201 كيلو جرام. سعه البنزين بتاعته 16 لتر، والتوب سبيد بتاعته 299. طبعا التوب سبيد بتاعته زي ما قلنا انت لو معدل هتكسر حاجز ال 300 وش. فدي كده كانت الجيل الجديد والجيل القديم. انت قول لي عن نفسك، انت بتحب مين، الجديد ولا القديم؟ يعني انا لحد دلوقتي اعرف ناس ال 919 وال 954 دولت حاجه كده بالنسبه لهم، يعني ما ينفعش تتكلم عليها. انا 919 انا ممكن ابيع 919 عشان اجيب 919 تانية. فقول لي لو انت من الناس ديت. طبعا كل واحد وليه رايه، بس طبعا انا بالنسبه لي ال1000 تريبل ار الفاير بليد ديت احسن حاجه طبعا، لان هي طبعا فيها كل حاجه انت بتتمناها. فدي كده كل الاجيال اللي انت عايز تعرفها عن CBR 1000RR فاير بليد. ودي كانت سلسله احنا بنقول عليها تطور الموتوسيكلات. لو انت حابب ان احنا نكمل في السلسله دي قول لي الموتوسيكل الجاي عن ايه. لو عايز تجيب اي موتوسيكل من الموتوسيكلات اللي احنا قلنا عليها دي، الموديلات ديت، قول لي وان شاء الله هنحاول نوفره. وكان معاكم رمزة وزيد، اشوفكم في فيديو الاسبوع الجاي. سلام.